السلام عليكم ورحمة الله. ايه رأيكم في عرق اللحمة الكداب ده؟ هو كداب بس رائع رائع، طعمه فظيع بجد. يعني مش هتعرفي الكلام اللي انا بقوله ده غير لما تجربيه. بجد عرق التريبيانكو ده احنا هنعمله بنص مفروم، بيطلع كمية كبيرة وطعمه في منتهى الروعة والجمال بطريقة سهلة جدا، والكل هيعرف يعمله ويطلع ناجح ومظبوط ان شاء الله. وياك شايفين الجمال؟ تعالوا يلا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي واضغطوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. نشوف الطريقة. انا عندي نص مفروم، وعندي معلقتين ليا مبشورة، عندي نص كوباية برغل منقوع ومتصفي من المية بتاعته كويس، عندي نص كوباية بقسماط، عندي ربع كوباية حليب أو 3 معالق كبار. طبعا لو انت ما عندكيش اللية ممكن دهنة، او تجيب المفروم بتاعك يكون دسم شوية من الجزار. عندي بقى ملح وفلفل وبهارات وبيكنج باودر وبابريكا وتوم وبصل باودر. طبعا كل الحاجات ديت معالق صغيره، هكتب لك الوصفه في صندوق الوصف. هنقلب بقى اللي هو الجمال ده كله كده مع بعض. واهم حاجه مش تقلبيها، تعجنيها يعني من 7 ل 10 دقائق. اهم حاجه بقى علشان عرق اللحمه يطلع وياكي مظبوط وكويس وما يفكش منك، اهم حاجه العجن فعلا في اللي هي اللحمه المفرومه مع البهارات مع المقادير بتاعتنا كلها. بس بجد يعني اهم حاجه يا جماعه علشان يطلع وياكم مظبوط لازم تعجنيها كويس جدا لغايه ما توصلي للمرحله دي. شايفين كده الانسجه دخلت كلها مع بعض، بقت كتله واحده كده بالظبط، هيطلع ويانا ان شاء الله مظبوط. تعالوا نكمل طريقتنا. انا فردت كده ورقه زبده، وبعد كده هبدا افرده بالشكل دوت. يعني انت لو انت مش عايزه تفردي بايديكي ممكن تحطي كيس ثلاجه وبعد كده هاتي النشابه وافرديه، بس هو يعني مش بيلزق ولا حاجه في الايد، فطب يعني عادي خالص ممكن تفرديه بايديكي او مفيش مشكله خالص يعني. تمام كده فردته كده، بس احنا مش هنفرده يعني كتير، يعني عايزاه يبقى بسمك لسه تخين يا جماعه. بعد كده بقى تعالوا نشوف الحشو احنا هنحشيه ازاي. انا عندي بقى هنا موتزاريلا، جبنه موتزاريلا مبشوره، وعندي جبنه تركي. ممكن تحشيه خضار سوتيه، ممكن لحمه مفرومه، ممكن تحشيه يعني بصي الحشو اللي موجود عندك او اللي انت تحبيه. وممكن على فكره يبقى ساده، يعني ممكن تلفيه بس كده، بس بجد يعني الجبنه برضو بتدي له طعم جميل جدا. هنبدا بقى نلفه كده زي ما انتم شايفين كده بورق الزبده، واكمل بايدي بورق الزبده كده بيساعدني والف. اهم حاجه بقى اللف بقى هنا، يعني ايه ده اللي التكيه برضو المهمه جدا بالنسبه العرق التريبيانكو او العرق اللحمه الكداب، انك تلفيه كويس. بصي ظبطي بقى كده بورقه الزبده كده، ما ايوه تمام كده. لفي وافتحي الورقه تانية وظبطيه تاني، لفي كده يعني بصي كذا مره، عايزاكي تظبطيه كويس وضمي فيه كده، فهماني؟ على اساس ان هي انا عايزاه تبقى بص عايزاه يبقى زي المسطره كده زي ما بيقولوا. لفي تاني، شايفين؟ ايوه كده تمام. بعد كده بقى لفيه بقى في ورق الزبده كده. تمام احنا ايه ظبطناه كده خالص، وهنعمله كده زي البونبونه كده. تمام. بعد كده هجيب بقى ورق الفويل بتاعنا كده، لفيناه كده بورق الزبده يا حبايبي. بعد كده ورق فويل بقى وهنلفه برده كويس جدا زي ما انتم شايفين. هنلف برده ايه كويس الورق الالومنيوم كويس. تمام. بعد كده بقى انا عندي هنا الصاج بتاعي ورق فيه ورق الومنيوم ماشي، وعندي الشبكه، حتى الشبكه اللي انا بعمل فيها يعني اللي هي اللي بنشوي بيها الفراخ ما فيش مشكله، اي شبكه موجوده عندك. عندي هنا حوالي لتر ميه، هحط بقى فيه ورق لوري وحبه بهارات عشان يدونا ريحه حلوه كده. وبعد كده هحط اللي هي الشوايه، وهحط عليها عرق اللحمه بتاعنا او رول اللحمه بتاعنا. انا دلوقتي مولعه اللي هو الفرن بتاعي على حراره 200 يا حبايبي. هنحط كده رول اللحمه، هحطه بقى على حراره 200، هيقعد حوالي من ساعه وربع لساعه ونص ان شاء الله لغايه ما هيستوي ونطلع. ده طبعا بيبقى على الرف الاوسط في الفرن. بعد ده دلوقتي هو سخن اهوت لسه، بصوا طالع اهوت. بنحل بقى ايه، بنشيل اللي هو ورقه الزبده من عليه. بصوا ما شاء الله يعني لونه جميل جدا. وطبعا هو بقى يعني السوا بقى ما اقولكمش، يعني هو قاعد ساعه بالظبط، قعدته ساعه وتلت بالظبط في الفرن بتاعي على الحراره 200 في الرف الاوسط. تمام كده شايفين؟ جميل كده طبعا. بس يعني ايه احنا كمان ايه هنعمل له تكيه جميله كده، هنحمره كمان في معلقتين سمنه بلدي عشان يدينا اللون الرهيب والطعم كمان الاجمل والاجمل. معلقتين سمنه كده سيحتهم على النار، وهبدا اقلب فيه كده. هو ما بياخدش على فكره بضع دقايق يعني، بسرعه بسرعه كده هتحمريه ويطلع باللون الجميل ده. وطعمه بقى ما اقولكمش والله خطير، مهما اقول لكم طعمه يا جماعه مش هتصدقوني غير لما تجربوه. وهو كل الكلام ده كله اللي احنا عملناه الجمال ده كله بنص مفروم. وطبعا
سهل انك تجيبي نص مفروم وتعملي بص كميه ما شاء الله تكفي يعني عيله وتزيد، يعني كمان ممكن تاكليه كمان على يومين. بيطلع بقى طبعا شرايح، بيبقى في منتهى الروعه. طبعا انا هنا بقطعه حتى والله هو سخن، الاصول يعني تسيبيه يبرد شويه، بس انا قلت عشان اخلص الفيديو فحتى يعني ايه كل شويه كنت بسيبه ببقى مش قادره، لان بصراحه كان سخن. شايفين بقى الجبنه سايحه فيه. على فكره ممكن الجبنه يعني تحطيها عليه كله، يعني ما تحطهاش يعني مستطيل كده، لا ممكن تفرديه كده كلها يعني. بس اتمنى فعلا انك انتوا تجربوه، لان ان شاء الله اللي هيعجبكم. تستاهل فعلا لايكات كتيره يا جماعه، الفيديو يترفع. الف هنا حبايبي، وما تنسوش في اللايك والمتابعه والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.